ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل المسلمين يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي من اكبر الانديه في افريقيا وهو نادي الزمالك. هنتكلم عن اختبارات نادي الزمالك في المحافظات، في اكتر من محافظه، هنتكلم عن تفاصيل كل اختبارات، وهنتكلم عن قطاع الناشئين، هنتكلم عن كل ما يخص اختبارات نادي الزمالك. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه. لو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده، اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نسوي لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. هنتكلم النهارده عن اختبارات نادي الزمالك في 6 اماكن او 6 محافظات، هنتكلم عنها بالتفصيل. بس اللي كان متابع اختبارات نادي الزمالك الموسم اللي فات، يعني كنت من اكتر الاختبارات اللي بحذر منها، لان كان باين عليها قوي ان هي ليها مصالح ماديه اكتر منها تنقيه للمواهب. كانت اتعملت السنه اللي فاتت في كل محافظات مصر، في كل اماكن مصر، وكان فيها اهمال شديد في الاختيارات، وكان فيها اهمال شديد في الاختبارات، وكانت الدنيا مش منظمه. السنه دي اتمنى ان هم يعالجوا ده، بس اعتقد ان هم ماشيين على نفس المنهج، هتتعمل في محافظات كتير، وبرده الهدف منها مصالح ماديه. مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، بس انا بتكلم لمصلحه اللي بيتفرج عليا. انا برده مسؤول، انا خايف حد يتبهدل، او خايف حد يبقى بيصرف مصاريف ماديه على الفاضي. وبرده هقول لكم مواعيد الاختبارات، لان في ناس كتير حابه تروح اختبارات نادي الزمالك وحابه توصل لنادي الزمالك، فممكن تكون الاختبارات فرصه حتى لو 1%، بس ممكن تكون فرصه ان هي توصل لنادي الزمالك. هنتكلم دلوقتي عن المحافظات اللي هتعمل فيها الاختبارات. هتبتدي ان شاء الله يوم الجمعه 16/6، يوم الجمعه 16/6 في محافظه الغربيه، في محافظه الغربيه على ملعب جامعه طنطا. يوم الجمعه 16/6 في محافظه الغربيه على ملعب جامعه طنطا. المواليد المطلوبه من 2003 لحد 2015، من 2003 لحد 2015. سعر السماره 100 جنيه، سعر السماره 100 جنيه. كل الاختبارات الساعه 9 صباحا. المحافظه اللي بعد كده محافظه المنوفيه، تبقى يوم الجمعه 16/6 برضو على مركز شباب الشهداء، مركز شباب الشهداء. السبت 17/6 هتبقى في محافظه الشرقيه في مركز شباب الحسينيه، محافظه الشرقيه مركز شباب الحسينيه. الأحد 18/6 هتبقى في محافظة دمياط على ملعب نادي الزرقاء، محافظة دمياط على ملعب نادي الزرقاء. الجمعة 23/6 في محافظة المنوفية على ملعب الباجور. السبت 7/7 محافظة المنوفية على استاد جامعة شبين الكوم. لو تسألني اروح الاختبارات دي ولا لا، اقول لك بنسبة كبيرة ما تروحش، بس انا عشان انت في المحافظات فبفضل ان انت لو عندك فرصة قريبة منك روحها، حتى لو الفرصة ضئيلة ممكن ربنا يكرمك من خلالها وتلاقي نفسك في نادي. اعمل اللي عليك واجتهد واسعى وربنا يكرمك. ودايما بقول لك اتمرن واتعب، لان لعيب الكوره لو ما تعبش ولو ما اتمرنش عمره ما يبقى لعيب كوره. لعيب الكوره لو قاعد في البيت ومتكل ان هو فجاه هتجيله كده من عند ربنا، عمرك ما هتبقى لعيب كوره، وعمرك ما هتوصل لحاجه. وحتى لما توصل لحاجه هتفرط فيها، لان انت مش واخد على التعب والالتزام. اتعب والتزم وربنا يكرمك باذن الله. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت، او اعمل لي فولو على انستجرام وكلمني، ان شاء الله ارد عليك على طول. يا رب تكونوا استفدتوا. وكان معاك كابتن اسلام مصطفى، اشوفكم في فيديو جديد من قناه يوميات لعب كره قدم، والسلام عليكم.